أحيانا نجد على مواقع التواصل الاجتماعي مؤرخين عرب وهم يتحدثون عن تاريخ الكرد وصلغته. وقبل فترة تم تداول فيديو للمؤرخ العراقي خسعل الماجدي وهو يتحدث عن هذا الموضوع. لنرى معا هل آراء الدكتور يعتمد على أدلة علمية أو آراءه الشخصية عن الموضوع. مثلا عن اللغة الكردية وحروفها يقول خسعل الماجدي: هل هناك حرف دونت اللغة الكردية مثلا؟ حتى ما موجود. كتب ابن وحشية الكتاب قبل 1200 سنة. عندما يصل ابن وحشية إلى اللغة الكردية في كتابه يقول: صفة قلم آخر من الأقلام القديمة وفيه حروف زايدة عن القواعد الحرفية تدعي الأكراد وتزعم إنه القلم الذي كتب به بنيشات وماسي السوراتي جميع علومهما وفنونهما وكتبهما بهذا القلم، وهذه صورته كما ترى. يعرض ابن وحشية الحروف الكردية، ويقول ابن وحشية إن الأكراد زعموا إن ماسي سوراتي وبنوشات كتبا جميع علومهما باللغة الكردية، وماسي سوراتي وبنوشات هما علماء القدامى لوادي الرافدين. ابن وحشية يكتب عنهم بالتفصيل في كتبه الأخرى. يستمر ابن وحشية بالكلام عن اللغة الكردية والكتابة الكردية ويقول: وباقي هذه الحروف لم وجدنا لها نطق ولا مثال في لغة ولا قلم، وهو من الأقلام العجيبة والرسوم الغريبة، وقد رأيت في بغداد في ناووس من هذا الخط نحو 30 كتابا، وكان عندي منها بالشام كتابين، كتاب في أفلاح الكرم والنخل وكتاب في علل المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من الأراضي المجهولة الأصل، فترجمتها من لسان الأكراد إلى اللسان العربي لينتفع بها أبناء البشر. كما ترون ابن وحشية يقول إن الحروف الكردية من الحروف العجيبة، وهو يقول رأى في بغداد 30 كتابا، وكان عند ابن وحشية كتابين عندما كان في الشام، فترجم الكتابين العلميين الكتب الكردية العلمية إلى اللغة العربية حسب لسان ابن وحشية حتى يستفيدوا منها البشرية. فكتب الكردية كانت موجودة في بغداد قبل 1200 سنة، وابن وحشية بصورة واضحة يبين هذا في كتابه. فاللغة الكردية كانت مثل كما نرى كانت اللغة الكردية لغة العلم قبل 1200 سنة حسب ابن وحشية. وهنالك الحروف اليزيدية الكردية كتبت بها النصوص الدينية الكردية اليزيدية مع بعض الأشعار كما نرى في الأمثلة. هذه الحروف الكردية اليزيدية التي كتبت بها النصوص الدينية، فهناك كتاب مصحف رش، المصحف الأسود، وكتاب الجلواء، الكتب المقدسة اليزيدية، واستخدم هذه الحروف اليزيدية في كتابة النصوص الدينية اليزيدية، وهناك أشعار مكتوبة بالحروف اليزيدية أيضا. هذا نموذج الشاعر الكردي اليزيدي الشيخ حسن الهكاري، كتب أشعاري قبل أكثر من 700 سنة، وكما ترون هنا الحروف اليزيدية استخدم لكتابة الأشعار الكردية اليزيدية قبل أكثر من 700 سنة. وهناك كتب كثيرة ونصوص كثيرة، مثلا هذا كتاب تاريخ الأدب الكردي للبروفيسور مارف غزندار في 7 أجزاء،
يعرض الكاتب الأدب الكردي العريق، وهنا نرى نماذج قديمة للأدب الكردي. مع الأسف خزعل الماجدي لا يعرف شيئا عن هذا الأدب، لذلك يقول اللغة الكردية لغة غير مدونة، كما عرضنا الأمثلة ورأينا أن الكتب الكردية كانت موجودة في بغداد، وكتب علمية كردية ترجمة إلى العربية حسب المصادر التاريخية. وهناك كتب كثيرة عن تاريخ الأدب الكردي. مثلا هذا كتاب تاريخ الأدب الكردي للدكتور صديق بوركي في 3 أجزاء. هو أيضا يعرض نماذج للأدب الكردي القديم الذي لا يعرف عنه عن هذا الأدب الدكتور خزعل الماجدي. فعند الخزعل الماجدي اللغة الكردية غير مدونة لأنه لا يعرف عنه شيئا. خزعل الماجدي لا يعرف أن اللغة الكردية لغة مدونة ولها نصوص قديمة، مع ذلك يستمر ويتحدث عن مواضيع أخرى متعلقة بالكرد. مثلا عن أصل الكرد يقول خزعل الماجدي: الأكراد هم الأكراد فقط لا غير، نقطة على السطر، لهم ميدين. كما رأيتم يقول الدكتور إن الأكراد أكراد لا غيرها، لا ميدين ولا غيرهم. فلنرى الأدلة التاريخية معا. هنالك عشرات من المصادر تؤكد كردية الميدين. مثلا هذا نأخذه كمثال، هذا كتاب The Cambridge History of Iran, The Seleucid, Parthian and Sassanid Periods. تاريخ كامبريدج لإيران، الجزء الثالث، فترة السلوقية والساسانية. في هذا الكتاب هناك موضوع عن كتاب قديم اسمه كارنامه أردشيري بابكان، كتاب أعمال أردشير بابكان. هذا الكتاب كتب قبل الإسلام باللغة البهلوية، ويعرض الكتاب تفاصيل حياة أردشير والساسانيين، وفيها جزء عن محاربة أردشير للكرد. فالكتاب البهلوي اللي كتب قبل الإسلام يقول يحارب أردشير الأكراد الذين يطلق عليهم أيضا الميدين، وهذا موجود في صفحة 1188. والكتاب يؤكد كردية الميدين. هناك كتب أخرى أيضا، مثلا هذا صفحة من كتاب زهرة تاريخ الشرق، كتب باللغة الفرنسية من قبل المؤرخ الأرمني حيتوم الكرياكوس قبل حوالي 700 سنة. وعنوان الكتاب لا فلور دي هيستوريز دي أورينت، زهرة تاريخ الشرق. الكتاب يعرض تاريخ الشرق، من بينها جزء عن مصر وتبادل السلطة فيها. عندما يصل إلى الموضوع يقول الكاتب الأرمني حيتوم الكرياكوس قبل 700 سنة: المملكة المصرية وكيفية تبادل السلطة فيها. وكان البيزنطيون يسيطرون على مصر من خلال القادة والإداريين الذين كانوا يجمعون الضرائب ويرسلونها إلى الإمبراطور. لقد حكموا حتى عام 704، لكن المصريين الذين لم يرغبوا في تحمل مثل هذا العبء استسلموا للمسلمين واختاروا سيدهم من آل محمد واسمه خليفة، وجميع أسيادهم دعوا خلفاء. لقد احتفظوا بهذه السيادة لمدة 347 عاما، ثم احتل هؤلاء الميديون الذين يطلق عليهم الأكراد سيادة مصر. هنا بصورة واضحة يقول المؤرخ عن الأيوبيين، الدولة كيف الدولة الأيوبية أخذت السلطة من الفاطميين، ويسمي الميديين الأكراد. فهذا
كتاب صورة واضحة يبين لنا أن الميديون هم الأكراد. هناك مئات من المصادر يؤكد نفس هذا الموضوع. مع الأسف كما سمعنا الدكتور خسعل الماجدي لا يعرف عن هذه المصادر القديمة، لذلك يعتمد على أفكاره الشخصية للكلام عن الميديين وعن الكرد.